السلام عليكم. اول حاجه اللي مازال ما شافش الجزء الاول من هذه القصه غادي نخلي لكم الرابط في الوصف. شفت جوج من خالتي، وحده ناعسه حدايا والاخرى واقفه وكتشوف فيا وكتضحك. انا في ديك اللحظه حسيت بلي صافي قلبي غادي يوقف. شدني واحد البرد غريب، بديت كنقرا القران ودرت على راسي المانطه. حلقي نشف وكنعض يدي تحت المانطه باش نتاكد واش كنحلم ولا داكشي ديال بصح. كنطل شويه من تحت المانطه وكنلقاها باقا كتشوف وكتضحك. بغيت نتسطى وعقلي يخرج شويه، هو يبدا كيأذن الفجر. حسيت بواحد الامان غريب. طليت مرة اخرى وما لقيتهاش، لقيت غير خالتي ناعسة في بلاصتها. انا في ديك اللحظة حسيت براسي عييت والارهاق شادني. نعست ما فقتش حتى للصباح. فقت على الصوت ديال الوالدة كتفيقني باش نمشي للمدرسة. مشيت للمدرسة وبالي مشتت، كنفكر غير في داكشي اللي وقع ليا البارح في الليل. دخلت للقسم وباقي مرفوع، بنادم كيدوي معايا وانا ما مسوقش بحال اللي ما كنعرفوش. كيقولوا لي غير ضحك مالك. كنحرك راسي وصافي. دخل الاستاذ، والله ما حسيت بيه فوقاش دخل. داير يدي على خدي وساهي. كنفكر وكنقول دابا داكشي اللي وقع ليا غنكون غير حلمت. كنبغي نصبر راسي زعما، ولكن كنقول مستحيل يكون حلمه. وانا يدي عييت نعض فيها ونتاكد باللي داكشي ديال بصح. المهم عييت نتسائل حتى كنسمع الصوت ديال الاستاذ كيغوت بالجهد. فزت من بلاصتي. قال لي مالك ما كتسمعش؟ قلت لي سمح لي يا استاذ، عيان شويه وبالي ماشي معايا. المهم دازت ديك جوج سوايع بخير وعلى خير. خرجت بحالي من المدرسه وشديت الطاكسي وطلعت للدار. لقيت الوالده وخالتي كيهضروا مع خالتي الصغيره اللي سكنها الجن. كيحاولوا يقنعوها باش تخرج معاهم، وكيقولوا ليها نمشيو نضربوا غير دويره، وهما ناويين يديوها لعند داك الفقيد اللي كاين في المضيق. المهم بقاو معاها حتى قنعوها باش تمشي معاها، وانا ما بغاوش يديوني معاها. قالوا لي بقى مع خوك الصغير، راه غادي يبقى بوحدو. المهم بقينا انا وخويا الصغير. مع ديك الربعه كنسمع الصوت ديال لانترفون. قلت شكون؟ وهي تقول لي الوالده افتح. فتحت ليها، طلعوا كاملين. الوضع عادي. جبت على خالتي الكبيره وقلت ليها شنو وقع. قالت لي بلي داك الفقيه مسافر شي 3 ايام عاد غادي يرجع. صافي الامور بقات هكاك. وخالتي الصغيره اللي تسكنات لحد الان ما دارت حتى شي حاجه غير عاديه. كتصرف عادي، لكن كل شي داير بحسابها. شويه جاتني في بالي نقول للوالده داكشي اللي شفت البارح، ولكن فكرت باللي راه ما غتيقنيش طبعا، وخليت داكشي عندي. صافي بقات الامور هكاك حتى لديك 8 ديال الليل. خالاتي كلهم مشاو وخالي حتى هو. بقينا غير انا وخالتي الصغيره والوالده وخويا الصغير والوالد. الوالد ما كيجي حتى ل 11 ديال الليل ولا 12. المهم ضربات ديك 9:30 والوالده تشعلت التلفازه وشعلت معها القران. خالتي قالت ليها طفيه، الوالده قالت ليها لا ما غاديش نطفيه، وإلا ما عجبك حال ضربي راسك مع الحيط. الوالده عندي ما كتخافش. ما علينا. خالتي ملي سمعتها قالت هكاك، سدات على ودنيها وبدات كتقول ليها طفي طفي. والو. الوالده كتزيد في الصوت وهي تطيح وبدات كتركل. الوالده شدات ليها في راسها وبدات كتقرا عليها آية الكرسي وكتعاودها. انا ما عرفت ما ندير، غير كنشوف بعيني وساكت.
المهم بدات تقرا 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 حتى تهدنات وبقات ناعسه. هزيناها انا والوالده وديناها لبلاصتها وبقات هكاك مهدنه. شويه بشي ساعه موراها مع ديك الجويه ديال 10:30 فاقت. قالت باللي خاصها تعطي لشي وحدين يشربوا. كنقولوا ليها شكون هادو؟ كتقول لينا صحابي فيهم العطش، غادي نهبط نعطيهم يشربوا في الكراج ديال الدار. والو، سدات عليها الوالده الباب ديال الدار وخلاتها كتغوت غب وحدها حتى نعسات. المهم جا الوالد مع 12 ولقى كل شي عادي. قال لينا ما وقع والو، كل شي مزيان. قلنا ليه بلي راها شويه دابا راها نعسات. صافي الوالده قالت لي انا وخويا الصغير نمشيو نعسو، ولكن قررنا انا وخويا الصغير ما نعسوش معاها. نعسنا غير انا وياه في الصاله، حيت ما خاصنيش نشوف شي حوايج اللي غادا تخليني فايق الليل كامل وانا قاري غدا مع 8 ديال الصباح. المهم نعسنا حتى حسيت بالوالده كتفيقني مع 8. صافي فطرت ولبست حوايجي ومشيت للمدرسه. تلاقيت مع صحابي نساوني شويه، كنضحكوا وكنشطوا، وكانت عندنا الرياضه من 10 ل 12. لعبنا شويه ديال الكره. المهم بدلت داك الروتين ديال الدار ونسيت شويه داكشي اللي واقع. صافي مع 12 رجعت بحالي كالعاده، شديت الطاكسي ومشيت بحالي. وصلت للدار، ولكن هاد المره ما دخلتش من الباب ديال الدار، دخلت من الكراج، حيت الباب ديال الدار لقيته مسدود. المهم دخلت من الباب ديال الكراج، ما تصوروش شنو لقيت وشنو شفت. لقيت بلي الحيوط ديال الكراج كلهم مرسومين بشي وجوه، والله ما تقد تكمل فيهم الشوفه، مرسومين بالفحم، حيت الحيط بيض. انا في ديك اللحظه جاني واحد الخوف غريب، وليت داكشي اللي كنت كنقول باللي هما بحالنا بديت كنفيه، بديت كنحس باللي البحر كبر عليا. كنقول في نفسي اذا بقيت هكا نقدر نتسطى. المهم طلعت في الدروج 120 كيلومتر في الساعه. فتحت الباب كنلقى خالتي اللي مضروبه والوالده جالسين. كيف طرو وهي تقول لي خالتي انا اشرف جيتي، كي جاك الرسم ديالي اللي في الكراج زوين؟ حيت هي اصلا كانت في معهد ديال الفنون الجميله وكترسم مزيان. قلت ليها ما عندي ما يتسالك، كترسمي مزيان. وتكمشت بحالي في بيتي. الوالده كانت ما شافتش داكشي، حيت شفت ليها في وجهها الاستغراب كان باين عليها. المهم دخلت لبيتي وبدلت عليا وشعلت البلاي باش نلعب شويه ديال الكره. شويه وانا نسمع الصوت ديال لانترفون لتحت. فتحت الوالده الباب، كنسمع الكلام في الدروج، الصوت ديال خالي وشي واحد معاه. دخلوا علينا، كنشوف خالي ومعاه واحد خينا عنده واحد اللحيه كبيره سابخه بالحنه، وجهه مهيب. هي شافته وبدات كتقول ليه خرج عليا، هذا لا، هذا ما بغيتوش، ما تسوقش ليها. قال لي يا ولدي انت خرج من البيت. هو دخل معاه غير خالي، سدوا الباب عليهم وسدوا حتى الشراجم. مشى قاصدها كيقرا عليها القران وهي كتغوت، واحد الصوت عندها والله ما نقد نوصفو ليكم بحال داكشي ديال الافلام. المهم كيقرا في القران بالجهد، وانا غير من مورا الباب كنسمع. صافي شويه كنسمع الصوت ديال الضرب، بدا كيضربها بالصمته، وديك الصوت كيقول لي انا غادي نخرج غير ما تضربش. كيقول لي ويا الله، ودابا كيقول لي الاخر والله وضربتيني ما نخرج. وديك الشيخ كيعطيه بالصمته وكيعاود يقرا عليه القران. المهم بقى كيتصارع معاه شي مده ديال الوقت، تقريبا شي ساعه هكاك، حتى كنسمعوا داك الجن كيقول صافي واخا انا غادي نخرج، صافي الله يرحم لك الوالدين، بركه ما تضرب فيا، غير قول لي منين نخرج ليها. كيقول لي داك الشيخ خرج ليها من الصبعان، خرج من صبعان رجليها. داك الجن كيقول لي لا غادي نخرج من عينيها باش نعورها، ما نخرجش خاوي،
داك الفقيه كيقول ليه ياك عاود، كيبقى عليه بالعصا والقرايه ديال القران. حتى واحد اللحظه قال لي صافي دابا والله حتى نخرج ليها من رجليها. كيقول ليه انا ما درت ليها والو، كيف ما حرقتي ليا ولدي الصغير باغي نرد حقي ونعورها. كيقول لي داك الفقيه هي ماشي اللي غالطه، هي ما كتشوفكمش. المهم شويه داك الجن هداه الله وقال لي انا دابا غادي نخرج، واي واحد في هاد الدار دابا فيه الخلعه غادي ندخل فيه وماشي بالاراده ديالي. جا خالي خرج عندنا قال لي خرجت انت وخوك الصغير على برا. خرجنا دازت شي 15 دقيقه وانا كنشوف داك الشيخ وخالي هابطين من الدروج وكيضحكوا. انا في ديك الساعه صافي حسيت بالفرحه. جا عندي وقال لي ولدي نصحك بالصلاه من دابا الفوق باش ما يوقع ليكش بحال كيوقع لخالتك. وداك الشي اللي كان ديك الساعه صافي طلعنا انا وخويا ولقيت خالتي ناعسه. دخلت انا توضيت وصليت والوالده كطيب الغدا. صليت الصبح والظهر والعصر كان يلاه أذن. المهم انا شعلت التلفازه وبديت كنتفرج في واحد الفيلم، وهي تنوض خالتي قالت لي اشرف جيتي من المدرسه؟ قلت ليها قبيله. قالت لي جيتي بكري، وهي ديك الساعه كانت 4. صافي مدات ما جابت سحب ليها يلا داز النهار. دخلات عند الوالده قالت ليها وجدتي الغدا ولا باقي؟ شادني واحد الجوع غريب بحال اللي نقولوا ماشي هي اللي كانت كتاكل. صافي حسيت باللي خالتي هي اللي كتكلم معايا وما عندي حتى خوف من الاتجاه ديالها، حيت صافي داكشي اللي كان فيها مشى بحاله. شويه وهما يجيو خالاتي الاخرين دخلوا لقاوها جالسه عادي. حسيت بيهم فرحوا بداو كيتكلموا معاها بحال الا عمرها طرات شي حاجه. طبعا هي ما غتعقل على حتى شي حاجه، حيت الذكريات ديالها مشاو مع ديك الجن. وبقاو ليومنا هذا حتى واحد ما قال ليها باللي كنتي مسكونه. صافي الامور كلها دازت بخير، وحتى واحد ما عاود جبد السيره ديال هاد الجنون. حتى لهنا خوتي سالات القصه. كنتمنى اللي وصل حتى لهنا يشترك في القناه. كنوعدكم بقصص اخرين واعرين اكثر من هذه. كانت هذه غير تجربه اولى. ما تنساوش تخليو لنا التعليقات ديالكم، شنو هما الحوايج اللي ما عجبوكمش باش نبدلوهم في القصص اللي جايين. السلام عليكم.